بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم بخير. اللي بيكلمكم المهندس سامح عزت. الصور اللي أنا عرضتها لحضراتكم صور نماذج لأجنة ضرنات مهجنة. وكلمة مهجنة يعني أنا كنت زارع قبل كده صنفين، صنف كارة مع صنف سلاني، والصنفين طبعا خدت منهم الثمار بتاعت الصنفين اللي أنا مهجنهم مع بعض، والثمار اللي أنا خدته متهجنة اهي. طلعت منها التقاوي الزيرو من الثمار بتاعتها، خدت الثمار وزرعتها. الثمار طلعت منها التقاوي، والتقاوي أصبحت مهجنة وزرعتها. الزراعة اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم دي، الزراعة ديت جاية من الزيرو بتاع التهجين بتاعي، وزرعتها طلعت الثمار اللي طلعت الأجنة اللي قدام حضراتكم دي، النباتات اللي قدام حضراتكم في الصواني، والأجنة اللي قدام حضراتكم برضو في الصواني. الأجنة دي أجنة مهجنة بين صنفين قبل أنا مهجنهم، ماشي. فدي أجنة مهجنة أنا اللي مهجنها. ولاحظوا كمية الألسن قد إيه. الألسن اللي هي هتلاقي جنين الضرنة وفيه حاجة زي الفتلة الخيط البيضة الشفافة اللي انتوا بتسموها المشبك اللي ماسك الجنين. المشبك اللي ماسك الجنين ده بنسميه اللسان. بصوا ألسن كتيرة جدا، ألسن بالآلاف، يعني معناها ان احنا عندنا أجنة ضرنات بالآلاف، لأن أنا عندي الألسن كتيرة جدا جدا. لاحظوا كمية الألسن، ولاحظوا في ألسن هوائية نازلة من النبات من فوق، فبنسميها ألسن هوائية. وفيها ضرنات، يعني فيها أجنة ضرنات. هتشوفوها، بصوا في الصور كويس وشوفوا كمية الألسن، وشوفوا كمية الأجنة، وشوفوا نسبة الإنبات، وكل الصورة قدام منكم استنتجوا منها كل اللي حضراتكم عايزينه. وكل سنة وانتم طيبين، وتعود عليكم الأيام بخير يا رب، انتوا جميع المسلمين في كل مكان. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.